ازاي نتاكد ان النيتش او الديزاين اللي احنا هنعمله على ريد بابل مش هيبقى السبب ان هو يقفل لنا الاكونت ويضيع كل شغلنا على الموقع، او بمعنى اخر ازاي نبعد عن مشاكل العلامات التجاريه المسجله وحقوق الملكيه على ريد بابل علشان نبقى في الامان. خليك معايا. السلام عليكم. انا عارف ان انت زعلان علشان لحد دلوقتي ما رفعناش ولا تصميم ولا فتحنا الموقع اصلا، بس الاهم من الشغل تظبيط الشغل. موقع ريد بابل او البرنت اون ديماند عموما فيه شويه قوانين بتحكمه زي اي بيزنس موجود حوالينا. ما ينفعش تروح تستغل شهره اي شركه او اي حد في ان انت تبيع وتتربح من ورا الحاجه دي. علشان كده شركه زي ريد بابل ما بتسمحش ابدا وبتدي بلوك او حظر لاي اكونت يعدي الخط ده او ينتهك علامه تجاريه مسجله او يعمل تصميم يعني ويحاول يتربح من سمعه شركه ثانيه زي كوكا كولا او اديداس او اي حاجه ثانيه. الفيديو دوت ان شاء الله هنتكلم عن يعني ايه تريد مارك ويعني ايه كوبي رايت وايه الفرق بينهم الاثنين وازاي تتفادى المشكله ديت في شغلك على ريد بابل بسرعه وبذكاء. اول حاجه يعني ايه تريد مارك؟ التريد مارك دوت يا سيدي يعني زي ما قلت لك علامه تجاريه مسجله. ما ينفعش تروح تحط العلامه اللي موجوده في كوكا كولا مثلا او في ديزني او تاخد اللوجو بتاعهم وتحطه او اسم الشركه نفسها او اي حاجه لها علاقه بالموضوع دوت. مجرد ما بتعملها من هنا السيستمز او الانظمه بتاعه ريد بابل هتاخد بالها ان انت جاي بتستهبل وتقوم مديك البلوك على طول، مش هتسمي عليك، وكده هتعمل لهم قضايا بقى ومشاكل وبتاع وانت اصلا جاي تشتغل ببلاش، فهو الاسهل عليه ان هو يديك البلوك وخلاص ادام انت مش فاهم بتعمل ايه، ادام ما اتفرجتش على الكورس. تاني حاجه ودي اخف شويه مش هتديك بلوك وهي الكوبي رايت. الكوبي رايت يعني حقوق الملكيه. دلوقتي لما انا ارفع ديزاين على ريد بابل وواحد تاني يرفع نفس الديزاين او يدخل يغشه من الاخر ويرفعه تاني على ريد بابل على اساس يبيع زي ما انا ببيع، هل ريد بابل هيسمح بالكلام ده؟ المفروض لا. ريد بابل بيقول لك ما ينفعش اتنين او ما ينفعش تصميم يتكرر على المنصه. لو خلاص بقى انت لازم هتعمل نفس التصميم لازم تغير فيه بقدر معين، يعني تعمل ايقونه هنا، تغير الخط، تشقلب الديزاين شويه، اعمل اي اكشن كده بحيث ما يبقاش فيه نفس التصميم مرتين على المنصه. لو حصل وانت رفعت تصميم موجود قبل كده على الموقع لمصمم تاني، ريد بابل بيعمل ريفيو للتصميم دوت او يعني بيشيله وبعدين بيحذفه، ممكن يرجعه لك لو انت في الامان وفعلا التصميم بتاعك مش شبه تصميم موجود تاني. اللي عايزك تفهمه ان الفرق بين التريد مارك والكوبي رايت ان الاولانيه ما فيش فيها هزار، هيديك البلوك تحت عينيك على طول، انما الثانيه هيراجع التصميم، يعني لو غلط هيمسحه لك، لو مش شبهه قوي ممكن يعديه لك، يعني فيها كلام. الاكونت بتاعك لسه في الامان. النقطه الثانيه ان التريد مارك ما ينفعش تقلد اللوجو او حاجه تبع الشركه دي، انما الكوبي رايت ممكن جدا لو عجبك تصميم معين الفكره بتاعته حلوه تعمل زيها، تعمل قريب منها، تغير مثلا النيتش بس يبقى نفس شكل التصميم، يبقى خلاص تريد مارك مالناش دعوه. كوبي رايت ممكن نلعب او يستحسن يبقى مالناش دعوه برضه. تعالى بقى اقول لك ازاي نعرف التريد مارك والكوبي رايت علشان نبقى في الامان. بص يا كوتش، في مواقع بتقول لك اذا كان الجمله ديت موجود عليها تريد مارك ولا لا. اولهم اللي احنا جبنا سيرته الفيديو اللي فات وهو تريد ماركيا. لما بتدوس على الزرار دوت او لما بتفتح اصلا موقع تريد ماركيا تكتب هنا في البحث وليكن الجمله اللي عايز تعمل عنها تصميم وبتحلل النتائج اللي تحت دي. اول واحد بيقول لك بيج نيك انرجي، طبعا دي شركه بنفس الجمله تقريبا فدي مصيبه يعني. تنزل تلاقي شركه اسمها بيج انرجي واحده اسمها نيك بس دي موجوده ما ينفعش تنزل عنها ودي مش موجوده، بس الاسم مش كامل مش زي ما احنا كاتبين فوق بيكنيك انرجي. علشان ما تلخبطش نفسك لو لقيت في نتائج كتير هنا ابعد عن الجمله ديت وخلاص وخليك في الامان، لان ممكن لو نص الكلمه مسجل بالفعل دوت ممكن يعمل لك مشاكل. زي بيج انرجي ديت لو لايف كانت عملت لنا مشاكل. نيك بس ما اعتقدش هتعمل لنا مشكله لان هي كلمه واحده بس. فخلينا نجرب جمله ثانيه وليكن اي سرفايف ذا جريت وور. ده ترند موجود اليومين دول يعني، اللي هي الحرب العالميه الاولى. ما كانوش يعرفوا ان في حرب ثانيه فقال لك دي الجريت وور، ما يعرفش ان في اولى وثانيه يعني. ننزل على النتائج هتلاقي بيقول لك في I survived بس مش هتلاقي واحدة بالكامل اسمها I survived the great war، فخلاص انت هنا في الأمان يعني. طيب تعال نجرب موقع تاني شكله أسهل شوية من الزحمة دي وهو موقع تي ام هانت. شرحناه قبل كده في الفيديو رقم 10 في كورس تي سبرينج. علشان نختصر وقت بس ما ينفعش تعمل بحث هنا، لازم تختار سبليت سيرش علشان يفنط كل الكلام الموجود في الجمله ديت مش بس الجمله على بعضها. دي غلطه شائعه جدا ضيعت ناس محترفه جدا كانت معتمده على الجزء دوت في البحث بتاعها وبتعمل سيرش تلاقيه بيقول لك مفيش نتائج يا عم وامان واشتغل، في حين ان انت لو جيت عملت سيرش من هنا هتلاقي فيه مصايب كتير موجوده تحت وانت مش واخد بالك منها. الفرق بين الاثنين ان السبليت سيرش بيقول لك لو في جزء من الجمله برضو فيه مشكله بيقول لك عليه، انما هنا بيقول لك لو الجمله كلها فيها مشكله. طبعا ده صعب يحصل يعني. فبتيجي على هنا وبتحط الجمله بتاعتك وبتعمل سيرش، بعدين بتدوس على الزرار دوت علشان يجيب لك العلامات التجاريه المسجله دلوقتي اللي خلاص ما اتمسحتش او ما خلصتش يعني. في نفس الوقت بيجيب لك تكست. طلع عندنا 5 علامات بس، جريت وبعدين ذا جريت وور اي ذا. لو لقيت علامه تجاريه موجوده مثلا في 60 70 من الجمله اللي انت هتكتبها يبقى هنا قلق. انما لو لقيت كلمه واحده بس عادي، انت هم مش هيحتكروا الكلمه يعني لو التصميم بتاعك كان موجود فيه كلمه جريد بس اكيد هتاخد بلوك او ذا جريد بس.
لان دي شركات موجوده قدامك اهي. انما التصميم هيبقى فيه جمله طويله عريضه زي I survived the great war، ومفيش شركه مسجله بنص الاسم دوت حتى. يبقى خلاص الليسته اللي انت عملتها من الفيديو اللي فات بتاعت الترندات او النيتشات، عدت تتاكد الاول ان هي مفيش فيها جزء ممكن يعمل لك مشكله، او الجمله على بعضها ممكن تعمل لك مشكله. ده كان الجزء بتاع التريد مارك اللي مفيش فيه هزار. نيجي بقى على الكوبي رايت، ازاي تبعد عن مشكله الكوبي رايت. زي ما اتفقنا هي مش لازم تديك بلوك، بس لو استخبيت طبعا ممكن يديك البلوك المتين عادي. علشان تبعد عن مشاكل الكوبي رايت بلاش تسرق تصاميم حد او تقلد تصاميم حد عمياني، خليك كرييتيف شويه وعدل في التصميم لو انت خلاص يعني مش قادر. ولو جايب تصاميم من بره من موقع تاني ولا حاجه، ابقى بص على ريد بابل، اعمل سيرش يعني في النيتش بتاعك التصميم ده موجود ولا لا. طبعا لو موجود بتغير فيه او بلاش منه خالص يعني. يا عم خلاص خلصنا بقى، عملنا نيتشات وتاكدنا ان التريد مارك. هنرفع تصميم امتى؟ الدولارات واقفه عليا، عندي اقساط عايز ادفعها. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن التصميم، ازاي تسرق افكار تصاميم بالفعل بتبيع وجايبه فلوس، ونعملها عندنا في النيتشات بتاعتنا او في نيتشات متقاربه او في الترندات. بص ان شاء الله الفيديو الجاي مع بعض هنتكلم ازاي ان شاء الله تختصر وقتك في التصميم بان انت تلاقي افكار تصاميم حلوه وبالفعل بتبيع على مواقع البرنت اون ديماند، مش هنروح نجيبها من جوجل ولا بنترست والحاجات دي، وازاي تعملها على الكمبيوتر بتاعك او الموبايل من غير ما يكون عندك خبره جامده في التصميم. السلام عليكم.